فيلمنا بيبدأ ببروس وهو بيلعب مع ريتشل وبيكون بيستخبى منها وبيقع وبيكون مركز على مكان معين في الوقعة اللي وقع فيها وبيلاقي خفافيش خارجة منه، وبعد كده بيفوق وبيكون بيحلم وهو في السجن دلوقتي وبيروح عشان ياخد أكله وبيلاقي حد جاي عليه وبيرمي الأكل بتاعه في الأرض وبيضربه بعدها، بس بيرد بروس ليه الضرب وبيمسكوا 5 رجالة بس بيوقعهم كلهم وبيبدأ ضرب فيهم كلهم لحد ما الحراس يجوا وبيحطوا في الحبس الانفرادي، وبيلاقي حد مستنيه جوه وبيقول له إن هو بيحبس نفسه عشان تخلص على كل واحد فيهم وهم عصابة، وبيكون عارف اسمه ايه. قال له هو عارف الاسم بتاعه منين؟ رد عليه قال له ان العالم صغير قوي عشان يختفي حد زي بروس واين، وبيقول له ان هو اسمه دوكار، بس هو هنا بيتكلم باسم راس الغول وهو واحد بيخاف منه عالم الجريمة وممكن يديلك طريقك. قال له ايه هو الطريق ده اللي هيقدمه راس الغول؟ قال له طريق لخدمة العدالة الحقيقية واسمه اتحاد الزلال، وقال له هتخرج بكرة من هنا وفي وردة زرقاء بتطلع على المنحدرات، هات واحدة ولو عرفت توصل بيها لقمة الجبل هتلاقي اللي بتدور عليه هناك. قال له وايه هو اللي بيدور عليه؟ قال له انت لوحدك اللي تعرف ده، وبيخرج من السجن وبيروح يدور على الوردة لحد ما بيلاقيها فعلا، وبيكمل مشي على الجبل لحد ما بيوصل للمكان وبيخبط وبيفتحه ليه وبيقابل راس الغول وبيقول له بتدور على ايه؟ قال له طريقة عشان يكافح الظلم، وبيديله الوردة اللي قال له عليها وبيقول له عشان تستغل خوف اي حد لازم تسيطر على خوفك انت الاول، وبيقول له جاهز عشان تبدأ؟ قال له انه يروبك قادر يقف على رجله بس بيضربه بيقول له ان الموت مش هيستناك تجهز، وبيقوم يتعارك معاه وبيكون باين ان بروس ضعيف جدا وبيقول له انت خايف بس مش مني، وبيقول له انت خايف من ايه؟ وبيحكي لي لما وقع في المكان ده وابوه نزل ياخده وبيقول له احنا بنقع عشان نرفع نفسنا تاني ونعرف نقوم، وبيسأل ابوه الخفافيش تاني؟ قال له سأله تعرف ليه هدموك؟ عشان هم خايفين منك. قال له ازاي؟ رد قال له ان كل المخلوقات بتخاف وبيكونوا خارجين كلهم، وبيكون واين هو اللي بنى القطر ده عشان يحسن من حالة المدينة، وبيروحوا الأوبرا وبروس بيتخيل الناس اللي هناك في الأرض خفافيش وبيقول لابوه إن هو عايز يمشي. قال له مش مشكلة يلا نخرج، وبيخرجوا وهم جايين يمشوا واحد بيرفع المسدس وبيثبتهم وبيديله واين المحفظة وبيضربه بالنار وبيضرب مراته كمان وبيجري، وبيروح جوردن بروس وبيديله الجاكيت بتاع أبوه، والظابط بيجي يقول له إن هم مسكوا القاتل ده، وبيقول بروس لألفريد إن كل ده بسببه وهو اللي خلاهم يمشوا من المسرح. قال له لأ إن ده مش بسببه. دوكارد بيقول له بس أنت ليه بتحس بالمسؤولية إنهم ماتوا؟ قال له إن الغضب مسيطر على الذنب، وبياخده يدربه وبيقول له أنت بتعرف تقاتل 6 رجالة، أنا هعلمك إزاي تهزم 600، وهيعلمه إزاي يبقى خفي. وبيلاقي حد محبوس قال له مين ده؟ قال له ده مزارع حاول ياخد أرض جاره وبقى قاتل. قال له بروس وإيه اللي هيحصل معاه؟ قال له العدالة، وبيرجعوا للتدريب تاني وبيكون بروس كل اللي عليه بيتضرب بس لحد ما بيثبت دوكارد وبيفكر إنه كسب، بس دوكارد بيضرب التلج تحته وبينزله في المية، وبيكون بروس قاعد قدام النار عشان السقعة. بنرجع لورا تاني وبروس رجع للبيت تاني وألفريد بيكون معاه وبيسأله هيروح المحكمة بتاع الراجل اللي قتل أبوه وأمه، وبيكون ألفريد مش عاوزه يروح بس بروس بيقول له إن هو هيروح، وبيروح يطلع سماعة كان بيقيس بيها نبض أبوه وهو صغير، وبيطلع المسدس اللي القاتل قتل أبوه وأمه بيه ورماه وجري، وبيقابل ريتشل وبيهزروا سوا وبتقول له إنها رجعت عشان الجلسة وهتمشي تاني وبتكون مش عاوزة يروح. قال لها إن هو لازم يمثل أبوه في المحكمة. قالت له إن اللي الراجل عمله مش هيتغفر. قال لها ليه المدير بتاعي يكسبه ويمشي؟ قالت له عشان في السجن تشارك الزنزانة مع كارمن فالكو وهو هيطلع يبلغهم بكل حاجة يعرفها مقابل إنهم ما يخرجوه. قال لها إنه قتل أهله وهو مش هيسمح بكده، والمدعي العام بيدافع عنه فعلا وبيخرج مقابل ال 14 سنة اللي قضاهم في السجن، والقاضي بيقول إن في حد من عيلة واين لو عاوز يتكلم، بس بروس بيقوم يمشي ومش بيتكلم وبيطلع المسدس بتاعه وبيجهزه عشان يموت اللي قتل أهله، وبروس بيقابله عشان يموته بس حد بيموته قبل ما بروس بيموته، وبيخرج مع ريتشل وبتقول له إن البلد بتتعفن وبتوريه الناس اللي في الشوارع وبتوديه عند فالكون، وبتقول له لو هو عايز ينزل يشكره إنه قتل الراجل ده، وبتقول له إن الأشرار بيكونوا آمنين والصالحين اللي هم زي أبوه بيموتوا. قال لها إن هو مش من الصالحين. قالت له يعني إيه؟ قال لها إن هو طول السنين دي كان عاوز يموته ودلوقتي مش هيعرف يعمل كده عشان هو مات، وبيوريها المسدس وبتضربه وبتقول له كان أبوك هيبقى مكسوف منك، وبينزل وبيروح يرمي المسدس في المية وبيروح لفالكون وبيقول له كان ممكن تبعت رسالة شكر. قال له بروس ان هو مش جاي عشان يشكره وهو جاي عشان يوريه ان الكل مش بيخاف منه، وبيخلي الرجالة بتوعه يرموا بره، وبيكمل وبيسأله لما بدأت تعيش بين المجرمين هل بقيت تشفق عليهم؟ قال له اول مرة سرقت عشان ما جوش، ايوه، وخسرت حاجات كتير كان فاكرها صح وغلط، ولما سافر اتعلم الخوف قبل الجريمة والشرطة بتدخل تقبض عليهم، وبيقول لهم ان هو مش مجرم وبيدخل السجن، بس دوكارد قال له ان اللي انت اللي بتخاف منه جواك، وبيحط الزهرة في طبق وبيحط عليها حاجة عشان تعمل دخان وبيقول له يشم، وبيشم بروس فعلا
وبيقول له يواجه الخوف بتاعه، وعشان تسيطر عليه لازم تبقى انت الخوف ده، واكتر حاجه بيخاف منها الناس هو اللي مش قادرين يشوفوه. وبيغطي وشه وناس كتير بتنضم ليهم مغطين وشهم، وبيغطي بروس وشه هو كمان، وبيدخل دكارد يحاربه وبيختفي تاني بسرعه، وبيخليه يفتح صندوق ويكون الصندوق كله خفافيش، وبيقول له واجه مخاوفه ويركز. ودكارد بيثبته وبيقول له ما ينفعش تسيب اي اشاره، وبيكون بروس وراه وبيقول له ان هو ما عملش كده. وراس الغول بيكون واقف وبيسقف له وبيقول له احنا كده شلنا الخوف منك دلوقتي، وممكن تبقى قائد للرجاله دي، وانت كده جاهز عشان تبقى عضو في اتحاد الظلال، بس لازم اول حاجه تبرهن على تعهدك للعداله. وبيجيبوا المزارع اللي كان في اول الفيلم وبيقول له يقتله، قال له ان هو مش منفذ للاعدام، وبيحاول يخليه بس مش بيكون موافق، وبيحاول معاه دكارد تاني وبيوافق في الاخر، وبيمسك السيف بس بيشيل الحديده المولعه وبيرميها تولع في المكان كله، وبيحارب راس الغول والمكان كله بيتدمر، والاتنين بتقوم بينهم مقاتله جامده بالسيوف، بس السقف بيقع على راس الغول وبيموت، وبيشيل بروس دكارد عشان يلحقه، وبيلحق يخرج بيه قبل ما البيت يتفجر، بس بيكون هيقع من على التل، وبينزل وراه وبيمسكه على اخر لحظه وبيرفعه وبيوديه عند ناس عشان يتعافى وبيمشي. وبيكون الفريد مستني بالطياره وبيقول له هيرجع على وسام اخيرا، وبيقول بروس لالفريد ان الناس محتاجه رمز يكون ضد الفساد عشان هو مش هيعرف يعمل كده باسم بروس واين. وبيساله بروس هو انت عرفت حد ان هو رجع؟ قال له ان هو مش هيقدر يتحمل العواقب لما رجعك من الموت، انت اختفيت 7 سنين. قال له بروس انت اعلنت ان انا مت؟ قال له ان ايرال هو اللي اعلن كده عشان اسهم الشركه. وبيكون كريم بيدافع عن المجرمين، وبتروح ريتشل تكلمه وبتقول له ان ده واحد بيموت الناس لحساب المافيا ومكانه مش السجن، ازاي ده؟ وده تالت واحد تدخله المستشفى بتاع المجانين بتاعتك. قال لها ان الشغل في المافيا بيجنن الناس وبيمشي. وبيكون بروس في بيته وبيلاقوا خفاش جوه البيت، والفريد بيقول له ان هم معششين في مكان هنا بس مش عارف فين، وبيفتكر بروس لما وقع وهو صغير، وبينزل تاني للمكان ده بس بيكمل وبيدخل وبيلاقي الخفافيش وبيجوا عليه، بس بيقف وسطهم ومش بيكون خايف. وبيروح كراين يقول لفالكون ان شغلهم هيقف عشان حد بيتابع وراهم. قال له مين بيضايقك؟ قال له واحده في مكتب المنتهى العام. قال له هنرشيها. قال له مش دي. وبيكون ايرل عامل اجتماع في الشركه، وبيروح بروس يقول للموظفه ان هو جاي يقابل ايرل. قالت له الاسم ايه؟ قال لها بروس واين. وبيتكلم مع ايرل وبيقول له ان هو مش عايز يتدخل، بس هو عاوز يعرف عن قسم المعلومات التطبيقيه. قال له القسم ده تبع فوكس وانا هعرفه. وبيروح يقابل فوكس وبيعرفه المكان، وبيوريه اسلحه وبدله مضاده بالرصاص، وقال له ما كملوش تصنيع في البدله ديت ليه؟ قال له ان هم شافوا ان 300,000 دولار ما يساويش حاجه جندي. قال له بروس ان هو عاوز ياخدها، وبيجدد بروس في المكان وبيوصل له كهرباء، وبيرش بروس البدله كلها اسود، وبيلبس بروس البدله وقناع، وبيروح عشان يقابل غوردن، وبيقول له ان فالكون بيدخل مخدرات كل اسبوع، ليه ما حدش بيمسكه؟ قال له عشان بيدفع. قال له ايه اللي بيتطلب الموضوع عشان تعتقله؟ قال له انك تضغط على القاضي العام. قال له خليك على اشارتي. وبيخرج وبيطلع غوردن يجري وراه، بس بروس بيجري وبينط يمسك في السلم بس بيتخبط، وبيروح لفوكس وبيقول له عاوز حاجه عشان يعرف ينط من بعيد. قال له ان هو عنده القماش المثالي ليه، وبيوريه قماش وبيقول له لو عملت تيار كهربي فيه بيبقى صلب كده. قال له بروس ممكن نتعمل على اي شكل؟ قال له اه. وبيساله بروس ايه ده على العربيه، وبيدخل بروس يسوقها، وبيقول بروس لفوكس في منها لون اسود. وبيروح فالكون يرشي شرطي وبيقول له الشحنه هتوصل يوم الخميس. وبيكون بروس بيعمل حديد على شكل خفافيش. الفريد بيقول له ليه؟ قال له عشان ده بيخوفني، وده الوقت عشان اعدائي يشاركوني الخوف ده. وبيروح الشرطي الفاسد لمكان وصول شحنه المخدرات، وبيقول لفالكون كل حاجه تمام. واحد بيكون ماشي وبيتسحب جوه الكونتينر، وبيروح يشوفوا فيه ايه، وبيبصوا لفوق بيلاقوا باتمان نازل عليهم وبيضربوا نار على اي حركه. وبينزل الشرطي الفاسد يشوف فيه ايه، وبيقول لفالكون في مشكله من هنا والاحسن انك تمشي. وباتمان بيتخلص منهم واحد ورا التاني، وبيدخل وسطهم وبيضربهم كلهم. وبيروح فالكون عشان يهرب وبيجهز سلاحه، بس باتمان بيسحبه من العربيه وبيقعدوا معاه. وبتكون ريتشل في القطر وبتيجي تنزل، حد بينزل وراها واتنين بيقابلوها اول ما بتنزل، بس باتمان بينزل على واحد فيهم والتاني اول ما بيشوفه بيجري. وبالطفل بتلاقيه فبترمي عليه الصاعق وبيقول لها ان فالكون بعتهم عشان يموتوكي، وبيديها صور وبيمشي. وبيروح غوردن بيلاقي رجال فالكون كلهم متربطين وفالكون مربوط على كشاف كمان. وبيروح بروس لحفله وبيكون عاوز يعرف الناس بتقول ايه على باتمان، بس بيجي حد بيقول لي ان حوض السباحه للزينه واصحابك مش معاهم لبس سباحه، وبيقول له يمشي. فبيكتب له شيك وبيقول له ان هو بيشتري الفندق ده وهو اللي يحط القوانين بخصوص حوض السباحه، وبيروح ينزل في الميه معاهم. وبيقابل ريتشل وهو خارج وبتقول له مش انت اللي في الداخل، واللي بتعمله هو اللي بيحددك وبتمشي. وبيروح كراين لفالكون وبيقول له ان هو مش مستحمل المكان هنا وانه مش هيفضل ساكت، وبيهدده لو ما خرجوش. بس كراين بينشر غاز في وشه وبيلبس القناع وبيفضل يصرخ وبيخرج وبيسيبه. وبيروح باتمان لوردن وبيقول له ان في عاصفه جايه عشان كده كانوا
بيقسموا الشحنة نصين، وقسم واحد بس اللي كان بيروح للمروجين. قال له طب والقسم التاني؟ قال له ان في شرطي فاسد عارف. قال له غوردن ان هو مش هيتكلم، بس باتمان قال له ان هو هيتكلم معايا وبيختفي وبيكون فلاس. الشرطي الفاسد بياكل من عربية اكل وبياخد فلوس كمان وبيمشي، بس باتمان بيسحبه لفوق وبيقول له فين باقي المخدرات. قال له ان هو ما يعرفش اي حاجة، فبينزله تاني وبيسحبه وقال له انه ما يعرفش برضه. بس هم راحوا الواحد من يومين قبل ما يروح للمروجين. رد فلاس قال له عشان في حاجات غير المخدرات. قال له ايه هي؟ قال له ان هو ما يعرفش وبيرميها على الارض. باتمان بيكون بيطلع على المواسير وطفل بيشوفه بيقول له ان محدش هيصدقه ان هو شافه كده، فبيرمي له حاجه وبيطلع عشان يشوف ايه ده، وبيلاقي مجموعه طالعين عليهم وبيقول لهم كراين يولعوا في المكان. بس باتمان بيظهر لواحد وبيضربه، والتاني بيكون بيمسك ولاعه عشان يولع في المكان، بس بيمسكها منه باتمان وبيضربه برضه. بس كراين بيرش غاز في وش باتمان وبيفضل يتخيل باتمان وبيرمي عليه بنزين وبيولع فيه. بس باتمان بيرمي نفسه في الشارع عشان يطفي نفسه والناس بتكون شايفاه، وبيعرف يخرج من المكان وبيتصل على الفريد وبيقول له ان هو متسمم. وبيفوق بروس في البيت وبيقول لالفريد ان هو بقاله قد ايه نايم. قال له بقالك يومين، وبيقول له ان الرذاذ ده مهلوس. وفوكس بيظهر له وبيكون الفريد كلمه بعد يوم، وبيكون فوكس عمل ترياق وبروس بيقول له يعمل كميه منه، وبيروح بروس يفتح النفق السري وبينزل تحت. ايرل بيروح لفوكس وبيقول له ان هو مطرود والمذكره ازاي ما جاتلك، وبتروح ريتشارد تشوف فالكون وبتكون مستغربه وبتقول لكراين ازاي واحد ما جالوش ولا مرض نفسي قبل كده يبقى زي الحاله دي. قال لها انه عادي وخدها يوريها الدواء بتاعهم وهم بيحطوه في ميه الشرب، وبتجري عشان تركب الاسانسير وبيروح وراه وبيرش غاز في وشها وهو لابس القناع، وبيقول لها مين عرف بوجودك هنا، والنور بيتفق حواليهم. وبيقول لهم كراين يستعدوا، وبينزل عليهم باتمان يخلص على واحد واحد ويمسك كراين يرش غاز في وشه ويقول له شغال لحساب مين؟ قال له تبع راس الغول. بس باتمان قال له ان راس الغول ميت وبيضربه والشرطه بتوصل، وبيدخل غوردن لوحده في الاول وقوات الدعم بتوصل وبتدخل وراه، وبيسحب باتمان غوردن لفوق وبيلاقي ريتشارد بيقول له ايه اللي حصل لها. قال له ان كراين سممها ومحدش هيعرف يساعدها غيري، وبيضغط على حاجه في رجله وبيقول له غوردن ياخدها تحت وهو هيقابله في الممر، والخفافيش بتيجي عليهم وبيشيل الجهاز اللي في ايده وبيكون ده الجهاز اللي جاب الخفافيش وبيرميه تحت وبينزل وراه، وبياخد ريتشارد من غوردن وبيقول له غوردن هجيب عربيتي. بس باتمان بيقول له انه معاه عربيه وبياخدها وبيمشي، والشرطه بتطلع تجري وراه، وبيطلع باتمان بالعربيه على السطح وبيفجر السور وبيفضل يتحرك على السطوح، وبيكمل هروب الشرطه وراه برضه، وبيفعل ولع اللي اختفى فجاه ومحدش بيبقى شايفه بس بيشوفوه بيطلعوا وراه. بس هو بيجري باسرع حاجه عنده، بيدخل المقر بتاعه وبيجيب الترياق وبيحقنها بيه بسرعه، وبتفوق وبتقول له هي فين وليه جابها هنا. قال لها لو هو ما عملش كده كانت فقدت عقلها خلاص، وبيقول لها هيديها مهدئ دلوقتي ولما تفوق تدي الحاجات ديت لغوردن وما تثقش في اي حد. وبيروح يلبس عشان الحفله بتاعت عيد ميلاده، وبيقول لالفريد يودي ريتشل لبيتها، وبيخرج يشكر الناس. وفوكس بيقول له ان ايرل طرده عشان بيسأله عن مصدر الموجات اللي اتسرق من مؤسسه واين. قال له بروس عاوزك ترجع وتصنع الترياق تاني. وواحده بتقول له ان في واحد عاوز يقابله وبتقول له راس الغول، وبيشوفه بروس وبيقول له ان هو مش راس الغول، وبيلاقي دوكارد بيقول له هل راس الغول خالد، وبيكون هو راس الغول الحقيقي. وبيقول له بروس ان هو يسيب الناس اللي هنا، قال له يفسر لهم الوضع. وبيروح بروس يعمل نفسه سكران وبيكرش كل اللي موجودين في المكان، وبيقول له راس الغول يشوف وسام وهي بتموت، وبيخرجوا كل المساكين وبيرموا بنزين على كل حاجه في البيت وبيولعوا في البيت وبيتعارك معاهم. بس راس الغول بيزقه وبيرجع لورا وخشبه كبيره بتقع عليه، وبتفوق ريتشارد بتلاقي الطريقه جنبها، والفريد بيروح يساعد بروس وبيقول له ايه فايده التمارين اللي انت بتعملها وانت مش عارف ترفع لوح خشب. وبيحرك بروس اللوح وبيدخلوا في النفق السري وبينزلوا قبل ما يموتوا، وبتروح ريتشارد تقابل غوردن وبتديله الترياق، وبيكون في طفل مش لاقي امه بس الشرطه بيزقه وبيقول له روح بعيد، وبتروح ريتشارد تقف معاه وبينشر راس الغول الغاز وبيحقن غوردن نفسه بالترياق، وكل اللي موجودين بيكونوا تحت تاثير الغاز. وغوردن بيكلم الشرطه وبيقول لهم ان هو عاوز فريق دعم هنا، قال له ان كل الدعم جوه ومفيش حد تاني، بس بيلاقي عربيه باتمان داخله وبيروح لغوردن وبيقول له ان دي البدايه ولو ضربوا المدينه هيبقى مفيش حاجه تاني سليمه. قال له ازاي؟ قال له بالقطر عشان انابيب الميه الاساسيه تحت برج واين، هو محتاج مساعده غوردن. وبيقول له سوق العربيه، وبتكون ريتشل مع الطفل والمساجين بيروحوا عليهم، والطفل بيقول لها ان باتمان هينقذهم وبينزل عليهم فعلا وبينقذهم. وهو جاي يمشي ريتشل قالت له استنى انت ممكن تموت، قول لي على اسمك على الاقل. قال لها جملتها ان هو مش انا اللي تحت اللبس ده، بس اللي بعمله هو اللي بيحددني، وبتعرف ان هو بروس وبينط وبيروح ليهم بروس وبيتحارب مع 4 من اتحاد الظلال وبيكون اقوى منهم كلهم، وبيروح غوردن يركب العربيه وبيتحرك بيها، وباتمان بيكون كل اللي موجود اتلموا عليه وبيمسك المسدس بتاعه وبيضرب السلك في القطر وبيتحرك معاه. وغوردن بيكون سايق العربيه وعاوز يوصل للبرج قبل القطر، وبيدخل باتمان
جوه القطر مع راس الغول وبيتعاركوا سوا، وبيوصل جوردن للبرج وبيشغل السلاح وبيضرب في البرج، وراس الغول بيقول لباتمان انت واحد عادي متنكر، عشان كده لا عارف توقف الظلم ولا هتعرف توقف القطر. قال له باتمان ومين قال لك ان انا عاوز اوقف القطر؟ وبيضرب جوردن البرج وبيوقعه، وبيقول باتمان لراس الغول ان هو مش هيقتله بس هو مش هينقذه تاني، وبيخرج باتمان من القطر وبيسيبه، والقطر بينزل وبيتدمر، وبيروح يقرا الاجتماع وبيلاقي فوكس وبيقول له ان هو طرده. قال له ايوه بس انا معايا وظيفه تانية وهي وظيفتك. وبيقول الفريد لباتمان ان الصفحه الاولى بتتكلم عن باتمان والثامنه بتتكلم عن بروس واين، وهو ان بليونير سكران بيحرق بيته. وبيتصل ايرل على بروس وبيقول له مين قال لك انك تقدر تقرر مين يدير الشركه؟ قال له ان هو مالكها وهو اشترى معظم اسهم الشركه. وبيقول فوكس لايرل انت ما جاتلكش المذكره زي ما قال له يعني. وبيقفل بروس المكان السري بتاعه، وبتروح ريتشل ليه وبيقول لها ان هو اسف عشان ما قالهاش. قالت له لا هي اللي اسفه عشان قالت له حاجات وحشه كتير، وان ابوه كان هيبقى فخور بيه زي ما هي فخوره بيه دلوقتي. وبتقول له هتعمل ايه؟ قال لها ان هو هيبني المكان حجر حجر زي الاول. الفريد قال له ان هي فكره كويسه عشان نحسن الاساسات، قصده عشان المكان السري بتاع باتمان. وبيكون غوردن عمل اشاره باتمان وبيروح ليه وبيقول له في ايه؟ قال له ان في واحد بيعمل عمليه سطو مسلح ولحد دلوقتي عمل جريمتين وبيحب المسرح وبيسيب ورقته، وبيكون هو الجوكر. وبكده يكون فيلمنا خلص. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، ولو عاوز نتكلم عن اي فيلم اكتب لي تحت في الكومنتات. وبس كده، سلام.